لو انت لحد دلوقتي لسه ما شفتش الفيديو ده فانا متاكد 100% اللي انت عايش في نعيم الجهل، واتمنى لك يا رب انك انت ما تشوفش الفيديو ده خالص. يعني انا عايزك تقضي الكام سنه اللي فاضل لك من حياتك كده على خير، وانك انت ما تشوفش الفيديو ده. فيديو انا ما اتمناهوش لألد اعدائي. انا اسف المقدمه الطويله دي كلها، بس الفيديو فعلا يستحق اللي انا اقول عليه كده واكتر من كده كمان. اهلا بيك يا صديقي في عالمي المليان بالاسرار والحكايات والغموض. لو انت اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله، واعمل لايك للفيديو عشان صدقني كل فيديو انا بنزله هيعجبك اكتر من الفيديو اللي قبله. مش هتخسر حاجه لو انت اخدت جوله في الفيديوهات اللي فاتت، صدقني هتعجبك جدا جدا. يعني نصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام وندخل في تفاصيل قصتنا. بداية الفيديوهات دي يا صديقي ظهرت في 2015 على منصة تويتر اللي هي اكس حاليا. ظهر حساب على تويتر بينشر فيديوهات كتيرة من دي، فيديوهات اقل ما يقال عنها انها مرعبة لابعد درجة انت ممكن تتخيلها. ومع الرغم ان الفيديوهات دي نزلت في 2015 الا ان اللي كان بيشوفها كان بيقول انها متصورة من ايام التسعينات. اما حرفيا محتوى الفيديوهات فهو حرفيا كان متشابه في كل حاجة، باختلاف الضحية اللي كانت بتتغير في كل فيديو. وزي ما انت شايف في الصورة دي شخصين لابسين اقنعة وحاطين واحد على مكتب وعمال بياكل اكل معين، وبياكل وهو مجبور. ركز في كل كلمه انا بقولها لان الاحداث كلها مربوطه ببعضها، والشخص اللي بياكل عمال بيبكي والشخصين اللي وراه عمالين يطبطبوا عليه. لحد هنا الموضوع يبان غريب شويه، بس اللي جاي ارعب واغرب من كده. المرعب في الموضوع ان الضحيه بعد ما يخلص اكل بيقوم واقف قدام الكاميرا ويفضل باصص ليها. طب المرعب في كده يا ابو حميد؟ اصبر يا حبيب قلبي وانت هتفهم كل حاجه. عينه شكلها بيبدا يتغير لشكل مرعب، بيفضل يتشنج وبيقعد يعمل حركات زي الناس اللي لابسها جن، وفجاه عينه بيبان فيها عروق وشرايين، وبعد ثواني معدودة بتبدأ تنزف كمية دم مهولة. وتزامنا مع اللي بيحصل بتكون عروق وشه كلها نفرت، حرفيا بتخلي شكله العام كأنه تحول لمسخ. ومع اللي بيحصل ده كله بيكون الشخصين المقنعين بيكونوا واقفين قدام الكاميرا زي التماثيل بالظبط، عينهم السودا بتبان كأنها منورة. ومع كل اللي بيحصل ده الناس اللي شافت الفيديوهات في الوقت ده قالوا ان هو مجرد تمثيل. الموضوع بيبدأ يتطور لوجع غريب في العظم، وحرفيا مش بينتهي غير لما الضحية يقع ويموت نهائيا، والفيديو بيخلص على كده. المرعب في الموضوع ان الشخص اللي كان بينزل الفيديوهات دي حرفيا كان ملتزم كل اسبوع لازم ينزل فيديو بنفس الاحداث بالظبط، بس باختلاف حاجه واحده بس اللي هي الضحيه. والموضوع بتاع الفيديوهات ده يفضل مستمر لحد ما ينتشر في الاخبار، وتظهر نشر في الاخبار تهز ناس كتير قوي ان الضحايا اللي ظاهرين في الفيديوهات مختفيين من سنين اصلا في ظروف غامضه، وان الناس اللي هم اهاليهم واصحابهم واللي اتعرفوا عليهم من خلال الفيديوهات دي. وتنزل صعقه على ناس كتير قوي ان اللي بيحصل في الفيديوهات ده كله حقيقي مش مجرد تمثيل، وان الناس دي بتتعذب وبيحصل فيها كده فعلا. وان الغريب اكتر في الموضوع ان الشرطه مش قادره تعمل تتبع للفيديوهات دي بتنزل منين، وان هي كانت كل ما تعمل تتبع للفيديوهات كانت بتلاقيها نازله من بلد مختلفه. والموضوع يفضل مستمر لحد اخر فيديو يظهر فيه ضحيه جديده، وفي نفس الفيديو تحصل حاجه غريبه جدا. في الوقت اللي الضحيه بيقوم يقف فيه وبيبدا يتشنج وبيتحرك وخلاص هيقع عشان يموت، ايده تخبط في واحد من الاشخاص المقنعين تعدي منه اكنها عدت من جدار هوا. المرعب ان بعد ما الموقف ده حصل الاتنين المقنعين فضلوا يبصوا لبعض بنظرات مرعبه، وبدا الاتنين شكلهم يتغير لحد ما اختفوا من قدام الكاميرا نهائيا. ومن بعد الفيديو ده الاكونت اتمسح نهائيا ومعاه كل الفيديوهات. وظهر بعض المتخصصين عشان يعلنوا وينزلوا الصعق علينا كلنا وياكدوا لنا ان دول مش بشر حقيقيين، بل وكمان اللي حصل ده اتصور في مكان تحت الارض. معنى كده ان الناس دول من العالم التاني، وفضلوا يطلعوا علامات بتاكد كلامهم، وبياكدوا كده من خلال نظرات الناس اللي بتموت وهم بيبصوا للاشخاص المقنعين. فانت من رايك يا صديقي مين ورا كل الفيديوهات اللي كانت بتنزل دي؟ مستني اجابتكم كلكم تحت في الكومنتات. بس كده وكده هنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب وشير للفيديو. بس كده واخيرا انا احمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.